انا اليوم نقول لك رضوان، الناس تكلمت كثير على ماموليدي سان داونز. فريق كبير، فريق كبير حقيقه، فريق منظم، عنده لاعبين، عنده اداره، عنده كل شيء، ولكن ماهوش بهذه القوه اللي الناس يتكلم عليه. علاش؟ ملعب شباب بلوزداد ما لعبش امام سيتي ولا امام ريال مدريد. انا بالنسبه لي شباب بلوزداد لعب انا نقول لك لعب امام السيتي تاع افريقيا، ولعب امام ريال مدريد تاع افريقيا. لا ماميلودي سان داونز احسن فريق في افريقيا حاليا. شوف، فريق محترم، فريق عنده اللاعبين، ولكن ماشي بهذه القوه هذه العظيمه اللي وصفوها شباب بلوزداد. كل ما يكسيليريو يجيو في الديزويت لان شباب بلوزداد كان ضعيف، كان خارج الاطار. هذا ما كان ايضا المباراه هذه والمباراه اللي فاتت. يعني المشكل في شباب بلوزداد، يعني لو لعب فريق اخر من غير شباب بلوزداد كان يقدر يدير نتيجه مع ماميلودي سان داونز. ونشوفوا في الدومي فينال مع الوداد. اعطيني فريق اخر في الجزائر. لا ما نتكلمش على الجزائر. ما نتكلمش على الجزائر، ما يتكلمش على الجزائر. شباب بلوزداد الان الاحسن في الوطن منذ 3 سنوات. صحيح انني معك انه تبقى تحس في النفس انه الفريق تاع شباب بلوزداد بعد 3 مباريات 3 مرات يوصل يبقى الا في الربع النهائي. هذه المره خلاص الان عندك تجربه في افريقيا، لازم تروح للنصف النهائي. بصح باش تقول لي بلي ماميلودي سان داونز ماهوش فريق قوي، انا ما نوافقكش. ماهوش فريق قوي كما راكم تصوروا فيه. واش نتصوروا احنا؟ واش نتصوروا؟ فريق منظم، فريق عنده لاعبين، فريق كما قلت لك منظم. يا ولدي دار بينا الواسطه، درنا واسطه فلانيه. دارك واسطه باسكو انت فابل، هذا ما كان. لو كان ما كنتش ضعيف انت ما يديركش واسطه. الكره الجزائريه فابل مش الا شباب بلوزداد. اي فريق لو واجه ماميلودي سان داونز ربما يخسر باكثر من. لا نشوف في النصف النهائي مع الوداد، ولا يخسر الوداد في بلاده بربع مقابل واحد. انا نعطيك من الان انه ماميلودي سان داونز، وهنا ان شاء الله ربي يحيينا ونتلاقاو، راح يكون في النهائي هو والاهلي. ممكن. الترجي التونسي فريق متواضع جدا، والوداد فريق متواضع. النهائي سيكون بين الاهلي وسان داونز. ممكن. انا نقول لك الاهلي اليوم راح توجدوا في النهائي. ما تقوليش مالا ماميلودي سان داونز ما راحش يفوز. لا مع الوداد راح يكون مقابله صعيبه رضوان. صعيبه، نصف النهائي ما راحش يلقى السهوله التامه اللي لقاها مع شباب بلوزداد. واضح هذا رايك. علي بن شيخ هل توافقه الراي؟ ماميلودي سان داونز راح يرجحوا لنا فريق عادي، فريق منظم ولكن ماشي قوي. يا ولدي كل ما يكسيليري وعندهم عندك فريق ضعيف يلعب امام فريق متواضع جدا. شباب بلوزداد ما كانش في الاطار رضوان. لا خاف يا رضوان، دوك حنايا نهضروا على البطوله الجزائريه نقولوا ضعيفه، واللي محب يطرد لي البطوله الجزائريه وشباب بلوزداد يعني جيون. لا قلت لك لو جيون سي ماميلودي سان داونز اللي هو جيون، فريق قوي باعتراف كل الناس. فاز على الاهلي المصري 5-1 فوق ارضيه في اي وقت. نهار خرج الاهلي من كاس العالم للانديه، دوري المجموعات منذ اشهر. نهار كان الاهلي باش ترشح لهذا الدور هذا بصعوبه نعترف به. ولكن الاهلي كان يلعب في كاس العالم تاع الانديه. خلينا نروحوا لمحمد او لعلي بن شيخ يقول لنا على المباراه هذه، كيف وجدت هذه المواجهه؟ لا هو محمد عنده الحق، ينجم يتكلم لك كي تفهم واش حاب يقول. قال لك الادفيرسير فابل اللي هو شباب قدام ماميلودي سان داونز. ولكن هذا الفريق هذا تاع افريك دو سود شفنا فريق منظم، شفنا فريق يلعب كيما يحب، هو يتحكم في المقابله. نعم نهضر لك على السي ار بي، هو يتحكم في المقابله، يقلع وقت اللي يحب، يعاود يرقد كيما يحب، يدير لي باس كيما يحب، يحتوي على الكره هكذا يقولوا استحواذ على الكره كيما يحب. ستادير دار واش يحب مع السي ار بي. في هذه نجمو نقولوا هذا الفريق كان اقوى على السي ار بي. هذا فريق قوي، ولكن نشوفوا ولا هذا الفريق يكون قوي ولا كيما راك تقول يطيحوا فينال مع الاهلي، لان الاهلي شفناه كمان فريق لاباس عليه. شوفوا ولا داروا لا ميم شوز، صافي دير هو لو ماتر اون افريك. يديرها مع الوداد قبل عليه. اي نو يعني قلت له كيما راه يقول هو يروحون فينال مع الوداد لازم يديرها ومن بعد يزيدهم فينال نشوفوا ولا قوي. مي سكي سور لو بلان اورغانيزاسيون جو كانوا في المستوى منظمين، يخدموا باينين بلي هادو سيدي بروفيسيونال معنات الكلمه، يخدموا صباح وعشيه، لحقوا كيما يحبوا، ياكسيليرو كيما يحبوا، لي تريونغل يديروهم تو مومون، لي سوليسيون سون بارتو. فريق يا اخي عنده قاعده لعب، عنده قاعده. خلينا من ماميلودي سان داونز. احنا الحصه تاعنا ما راحش تجوز في قناه جنوب افريقيا، راح تجوز في الجزائر. وش يخصنا احنا؟ كان الامباسات تاعنا واللي كونسيرن يشوفونا صح. معليش هذه ممكن، والجاليه الجزائريه تما تشوفنا صح. ولكن هل تعتقد بانه او ماذا ينقص الان الشباب بعد 3 مرات يوصل دائما ربع نهائي ويتوقف هنا؟ وش اللي يخص الشباب؟ اسكو المشكل راه في الطاقم الفني؟
اشكو المشكل راهو في المنظومه الرياضيه في الجزائر راهي ناقصه.